السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي على اليوتيوب دكتور شيف. لو انت اول مرة تشوفي قناتي وتشوفي الفيديوهات، اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ان شاء الله النهاردة هقدم لكم صدور الفراخ بطريقة مختلفة وجديدة. يلا نشوف الطريقة والمكونات. عندي 3 صدور فراخ مغسولين كويس بالمية. تقدري تقللي الكمية او تزوديها حسب عدد افراد اسرتك. بفتحهم من النص بس مش للاخر، وبتبلهم برشة بسيطة من الملح والفلفل الاسود، وبحشيهم بأي نوع جبن متاح عندك أو متوفر عندك. عندي طاسة بحط فيها شوية زيت ومعلقة كبيرة من الزبدة، ولما يسخنوا أنزل بصدور الفراخ أديهم صدمة وأقلبهم على الناحيتين لغاية ما لونهم يبقى أبيض، وبعدين أطلعهم في طبق وأحط مكانهم 3 فصوص توم مفرومين وأقلبهم لغاية ما لونهم يبدأ يصفر، وبعدين أنزل بكوباية كبيرة من عصير الطماطم وأقلبهم كويس، وبعدين أنزل بالتوابل: معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة صغيرة من الثوم البودر، ونقلبهم واسيبهم يغلوا لمدة 3 دقايق واغطيهم. بعدين انزل بصدور الفراخ في الصلصة وازود نص كوباية مية واسيبهم على نار متوسطة من ربع ساعة لتلت ساعة واغطيهم. وبعدين بنزل بكوباية كبيرة من كريمة الطهي او كريمة اللباني، ولو مش متوفرة ممكن تحطي علبة زبادي او لبن عادي، ونقلبهم كويس. ولو عندك اي نوع جبن ممكن تضيفيه عادي برضو، ونقلبهم بتخلي الصوص بيبقى تقيل وجميل، ونسيبهم يغلوا لمدة 5 دقايق. وده الشكل النهائي للصدور بالصوص، بقى تقيل وجميل. دلوقتي الطبق بتاعنا بقى جاهز ونقدر نقدمه بألف هنا وشفا. ممكن نقدمه مع طبق رز ابيض او مع رز بسمتي. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد.